تعالوا النهارده نقشر الرمان بطريقه سهله جدا. هنقشره بطريقتين، والطريقه من وجهه نظرك تلاقيها سهله قشري بيها. قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تدعمونا باللايك، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها، ونبدا ونقول بسم الله. اول حاجه كده هجيب قبل ما نعمل بقى اي حاجه هنجيب جلافز كده نلبسه عشان الرمان. كلنا عارفين الرمان بيبوظ الايد كده وبيعمل علامات كده صعب ان هي بتطلع شويه. هنلبس الجلافز وهنجيب الرمان. اول حاجه هنعملها واحنا بننقي الرمان، هننقي الرمانه اللي وزنها تقيل، ما تكونش خفيفه. الخفيفه ما بيبقاش فيها رمان كتير. وبعد كده هنقيها اللي هي القشره بتاعتها تكون خفيفه، الرمان بيبقى بارز كده، تحس انه بارز من الرمان. اول حاجه بقى كده اجيب الرمانه بتاعتي وهعمل لها خطوط يعني من الحروف كده زي ما انتم شايفين، زي ما انا عملت قدامكم في الفيديو. وهعمل خط كده داير ما يدور عشان اطلع الدايره اللي هي بتبقى فوق دي، وهشيل الحته اللي في النص البيضه اللي في النص. كده يبقى الرمانه يعتبر بتتقشر بكل سهوله. هاخد بقى معايا ربع ربع وهفصصه كده زي ما انتم شايفين بكل سهوله. اهم حاجه زي ما قلت لكم ان احنا ننقي الرمان اللي هو بيبقى تحس انه تقيل، وزن تمسكها في ايدك كده تلاقيها تقيله، والقشريه بتاعتها تكون خفيفه شويه، تحس ان الرمان كده بارز كده شايفاه من بره. دي الرمان ده بيبقى طعمه مسكر واحمر، لكن اللي هو بيبقى خفيف قوي وفي حتت بني كده من على الحروف ده ما تاخدوهوش خالص، بيبقى لونه ابيض وبيبقى طعمه مش حلو خالص. دي كده اول طريقه في الرمان. تاني طريقه معانا برضو هنعمل نفس ما عملنا في اول مره، نعمل خطوط برضو من على الحروف، وبعدين نعمل دايره ما يدور كده، ونشيل القطعه اللي في النص، الحته اللي في النص البيضه دي هنشيلها بايدينا. تمام. وهجيب بقى مدق ولا اي حاجه عندي كده تقيله شويه، واخبط على الرمان كده من فوق وبينزل معانا بكل سهوله. انا بفضل الطريقه التانية دي عشان بتبقى اسهل من الطريقه الاولى، في ان بتسرع معاكي، بتعملي اكبر كميه بيطلع معاكي بكل سهوله. بس كده خلاص، دي كانت طريقتنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو